السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. يا صباح الورد، برحب بحضراتكم من أرض الجدعنة والأصالة، إمبابة، أرض الوحدة الوطنية. في مصر مفيش حاجة اسمها مسلمين ومسيحيين، في حاجة اسمها شعب واحد، أهل واحد، نسيج واحد، وحدة وطنية ومحبة وطنية زي ما قال قداسة البابا توادرس. هي دي بلدنا الأصيلة، مصرنا الحبيبة. النهاردة أنا بتشرف بتواجدي في إمبابة مع أخويا وحبيبي وصديقي النجم الكبير المخرج إيهاب العدوي. حبيبي يا أستاذ. إيهاب حب النهارده يأكد على عراقة وأصالة الأجداد وإنه مستمر في ده، وهي دي مصر ودي طبيعة بلدنا مهما كانت السنين، الوحدة الوطنية والمحبة الوطنية. عشان كده عنوان السحور النهارده كان اسمه إيه يا أستاذ إيهاب؟ سحور قبطي. سحور قبطي، يعني سحور مصري، يعني مسلمين ومسيحيين كانوا بيتسحروا النهارده على مائده واحده اللي حضراتكم شايفينها دي، في ضيافه اخونا العزيز الاستاذ ايهاب العدوي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. اهلا وانت طيب، كل عام وانت بخير وربنا يعود عليك الايام بخير. واهلا بالساده مشاهدي صاحبي وزميلي واخويا الغالي على قلبي الاستاذ عاصم الشندويلي. الحقيقه واحد من انبل الاعلاميين الموجودين في مصر. الله يخليك. مش مجامله لكن ده حقه فعلا. في الحقيقه السحور ده احنا اعتدنا عليه من اكتر من 15 سنه، كان اسسه والدي رحمه الله عليه، توفى العام الماضي، ولكن احنا اصرينا نمشي على نفس الدرب وعلى نفس النهج ونكمل المشوار، لان في الحقيقه السحور مش بس وقت معين احنا بنهديه مع بعض وبناكل ونشرب مع بعض، ولكن بنتبادل المشاكل ونتبادل الرؤى ونذلل اي خلافات موجوده. في الحقيقه احنا وانت اتسحرت معانا يا ريس، طبعاً يعني زينا اتسحر وصايم معانا على فكره من اول رمضان. احنا بنأكد على ان مصر فعلا هي حاجه واحده، صحيح. ما فيش اي قوه على مر السنين وعلى مر العصور قدرت تدغدغ هذه القوه او تفرقها او تحاول ان تحلحلها او تعمل لها اي خلل، ولكن طول الوقت بيحصل ترابط عظيم وتماسك بين قطبي المجتمع. في الحقيقه المصريين لا يمكن انك تقدر تفرق وانت ماشي في الشارع بين هذا المواطن او هذا الشخص مسيحي او شخص مسلم، ولكن هي نسيج واحد، وطن واحد. صحيح. وزي ما قلت يا ايهاب، مهما كانت الازمات بالعكس ده بتبين الوحده والترابط والقوه وكل التكاتف ما بيننا. ففي الحقيقه انا عايز اوجه رساله من خلال صديقي الاعلامي عاصم الشندويلي، ان احنا يجب ان نترابط ونتماسك ونحافظ على تراب هذا الوطن. في الحقيقه مصر البلد الوحيده، الوطن اللي ملهوش بديل. صحيح. كل الاوطان كان ليها بديل، السوريين لما حصل عندهم اشكاليه كان ليهم وطن بديل، فجم مصر بقى وطنهم البديل. الليبيين، اليمنيين، العراقيين، كل الدول العربيه اللي يعني الظروف وضعتها في حروب كان ليهم وطن بديل، الا مصر للاسف ملهاش وطن بديل. مصر هي مصر، فيجب ان نحافظ عليها ونتماسك ونترابط ونكون كلنا زي الصوره اللي موجوده في الخلفيه بتاعتنا دي. عايز اقول لكم النهارده مش بس الاجواء، ده كمان الروح الجميله اللي كانت موجوده هنا ما بين كل المسلمين والمسيحيين اللي بيتسحروا على مائده واحده. كمان الاكل كان طعم يا ايهاب، الاكل كان جميل. ده خيرك يا عاصم. انا ما بتسحرش بس السحار. خيرك يا حبيبي، خيرك. تسلم والله بجد يا ايهاب، ربنا يخليك. وده مش غريب عليك يا اصيل. والله العظيم يا عاصم، انا مجيتك ليا وتشريفك ليا، يعني في الحقيقه انا مديون لك. العفو يا حبيبي، ده شرف ليا انا يا مديون باشا. لك طول عمري اجي لك من اخر الدنيا، يعني ده شرف ليا. ليا. خيرك انك قدرتني وجيت لي، واخد بالك. وراسي يا حبيبي. انت عزيز على قلبي وبشكرك جدا حبيبي يا ايهاب والله. بشكرك تسلم لي جداً. يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. مش هاخدك من ضيوفك بيندهوا عليك، حبيبي. لكن كان حقك ان انا اشكرك واقول لك كل سنه وانت طيب. ميرسي جدا على اليوم الجميل ده وعلى السحور الطعم ده. اشكرك جدا. حبيبي. عاصم. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. تحب تقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بالف خير وصحه وسعاده يا رب، وتماسك ورباط، ونحافظ على بلدنا ان شاء الله، ونكون ماسكين فيها بايدينا واسناننا، وما نخليش مهما كان العدو يحاول يفرقنا نفضل ماسكين في بعض قوي قوي قوي، عشان لازم نحافظ عليها لان ملناش غيرها. شكرا وكل سنه وانتم وتحيا مصر دايما حبيبي يا بنا جميعا. تحيا مصر يا رب حبيبي. اتفضل يا حبيبي، يلا. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده علينا ورمضان كريم، وان شاء الله باذن الرحمن دايما كده مترابطين متكاتفين متلاحمين. هو ده الشعب المصري الاصيل، هي دي المحبه والوحده الوطنيه، هي دي مصر الاصيله، هي دي مصر القبطيه، يعني مصر المصريين مسلمين مسيحيين في محبه بيوم الدين. تحياتي لحضراتكم. حبيت بس انقل لكم الاجواء النهارده في امبابه، ارض الرجوله والجدعنه. اوريكم كده بسرعه، احنا خلصنا سحور طبعا، ولكن يعني اوريكم الاجواء الجميله. ابو ايهاب رحمه الله عليه، يعني ايهاب حب يستكمل المسيره بعد والده، بحيث ان يكون فيه
استكمال للصورة الجميلة اللي رسمها والده من عدة سنوات زي ما ذكر أخونا الأستاذ إيهاب عن هذا الموضوع. وإن شاء الله دايما كده متجمعين كمصريين على كل الخير يا رب العالمين والمحبة دائما. تحياتي لحضراتكم، عاصم الشندوي.